ميسن جرينوود واحد من اقوى المواهب اللي ظهرت في انجلترا وظهرت في مانشستر يونايتد اخر كام سنه تقريبا. اخيرا طلع براءه من قضيه التحرش اللي كان متهم بيها دي. قام في قضيه تحرش جنسي واعتداء جنسي تقريبا من يناير 2022. احنا النهارده فبراير 2023، يعني بقاله سنه وشهر. لسه طلع براءه النهارده بعد ايه؟ بعد ما مستقبله ضاع. هو هيكمل، هو موجود في قائمه مانشستر يونايتد عشان اللي مش عارف بس، وهيكمل بقيه الموسم. بس ده يعني ده اكيد ناسي الكوره، ده بقاله سنه وشهر في السجن. يقول لك اليوم في السجن بمقام مش عارف 10 سنين بره، يعني ده بقاله في السجن مثلا 30 40 سنه. ده هيطلع ناسي الكوره حرفيا. حسبي الله ونعم الوكيل. تحول من واحد كان تقريبا من اقوى اللاعبين في انجلترا كلها والمواهب الشابه الى واحد الله يكون في عونه بقى. واحد من مشجعين اليونايتد، واول ما طلع جرينوود انا كنت بقول عليه لاعب ملوش حل حرفيا. كان كفايه شوت من بره ال 18 ولا قطمته كان لعيب. لا لا لا، باين عليه انه هيبقى حاجه جباره في المستقبل. قضيه والبت دي خربت بيته.